كنت عايز اروح واغير واقول لكم بقى عشان الاوتفيت ومش عارف ايه والحاجات دي، بس الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي مش لازم تستنى. تعالى. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ مش عارف، حابب ان انا اعمل فيديوهات وانا واقف كده على طول. عندنا ستور النهارده جديد خالص، انفلونسرز، فاشن، هاند ميد، ترندي، حاجات بتتلبس اسيويه ترندي في امريكا. جبناها منين؟ جبناها من التيك توك شوب. دي سلسله من الفيديوهات انا بعملها، كل الفيديوهات وكل الستورز، سواء الستور ده او الستور المنحوس او في ستورز تانية، كلها للبيع. انا عامل السلسله دي عشان ابين للناس ان كل الناس اللي بتطلع تتكلم على اي حاجه لها علاقه بالدروب شيبنج، البيزنس بتاعتهم ليست للبيع. ليه؟ عشان هي فيها حاجه غلط. لكن كل حاجه انا بحكيها على عينك يا تاجر. انفلونسرز اللي كنت بتعامل معاهم قبل كده، صفات الانفلونسرز: انجيجمنت عالي جدا، تفاعل، يوتيوب شانل، تيليجرام شانل، اي شانل تانية، ديسكورد لو جيمنج، تليجرام لو هي قريبه من الناس، انستجرام شانل، تويتر، اي حاجه تبقى قريبه. ده اول كي سيكريت. تاني كي سيكريت الكومنتس يا جماعه. الكومنتس يا جماعه هي اكتر حاجه اي توفى على الارض، هي دي اهم حاجه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9 وهي الاعلان الساعه 12 بالليل. توقعاتي كان في الاعلان ده صرفنا $400. انا لو ما جبتش 10 اكس ابقى راجل ما بفهمش. الستور ده للبيع وغالي قوي، يعني لو انت مش حاطط في جيبك من 30 ل 50 الف دولار مش طب هل انا بتكلم الرايت اودينس؟ لا. هل انت هتجيبهم في قد ايه؟ 40 50 الف دول شهرين ثلاثه والباقي كله بتاعك بقى. بس بيزنس، هشيل اونر واحط اونر. لو انت ما عندكش حاجه زي كده استفاد من البتاع ده. انا بالنسبه لي كده كده الستور بيفيدني. والبروسيس بتاعه البيع لو عايزين نتكلم عليها قولوا لي تحت في الكومنتس، لو انتوا عايزين برضو تشتروا حاجات تانية. الحمد لله في ناس كتير قوي ابتدت تاخد الفكره، والموضوع ده مقلقني وقلت عليه على التيك توك انه بجد زي ما بنقول كده، انا خايف انه بجد العيال اللي كانت لسه طالعه وبتاخد 5000 و4000 جنيه والناس ما بتاخدش بيهم قيمه، ما حدش بيبتدي يشغل باله الا طبعا الناس اللي ايه من رحم ربي. لكن لما تيجي الستور ب 3 و4 او 5000 دولار ويتلاعبوا في الارقام ويسوحوا الناس، ساعتها الناس هتيجي تلومني انا لان انا طلعت لهم الفكره دي. فالموضوع بجد خلي بالكوا قوي. وانا هقدم لو انتوا عايزين الموضوع ده الفريق الدعم، لو في حد عايز يشتري بيزنس حد تاني واستشاره، لو طلبت ان انا اتدخل بنفسي عشان اساعده عشان ما يتسوحش، لان دي مبالغ كبيره قوي. ده مش كورس، انا الكورس بتاعي كان ب 3000 دولار وفي ناس كانت انساتسفايد على فكره، عادي زي ما اي بيزنس في الدنيا. بس النقطه ان دول مش 3000، لا ده اكتر بكتير. منتظرين الاعلان، الفيديو مش هينتهي. احنا اتكلمنا عن النيتش، اتكلمنا على الانفلونسر. استنوا لحد الاخر الفيديو هقول لكم تريكايه جامده قوي. اتكلمنا عن الاعلان الساعه 12. توكلنا على التوقعات. الستور ده النت بروفيت بتاعه فيه قد تكون 50%. نشوف الاعلان. ستور ما حصلش فيه ولا اوردر ولا اوردر. ولا اوردر. خليكم معايا ويلا بينا. طبعا انا عمال اتجول في الشركه. نكمل بقى. الاعلان نزل بقاله 20 دقيقه. جاهزين؟ عشرين دقيقة. الإعلان نزل الساعة 11. It's worth it. بصوا بقى، الناس اللي بتقول إن ممكن دي حاجات مش ولا بد، أهي الترانزاكشنز أهي. أول 10 أيام باي أوت. $1219 في 20 دقيقة. أول حاجة، الستور ده لو معمول بالاي اي كان هيبقى احسن من كده، بس احنا عملناه بسرعه عشان قوه الانفلونسر. انستجرام بروفايل 5 بوستات عشان قوه الانفلونسر. هل ده طبيعي؟ لا، دي خبره. اوعى تيجي تنفذ اللي انا بعمله تقول لي سيف انت شكلك قصه. لا يا حبيبي، انا بكلمك عن الخبره. طيب انا عشان اوصل لحاجه زي كده تست مع انفلونسرز كتير. يجي طالب، مش هقول لك بقى متفرج، طالب يقول لي سيف
انا اتست مع 3 4 انفلونس، تست مع 10 20 30 40 لحد لما توصل للفورمولا بتاعتك. حبيبي في مطاعم بتقعد سنتين تعمل R&D، تعمل برودكت لحد لما توصل. انت عايز تجيبها كده، هجيبها معاك انا عشان انا خبره. بعد كده لازم يطلع من الاخر. تاني شيء عشان اشتغل عليه دلوقتي، وهو انا لازم ابيع برودكت غالي. بيع البرودكت غالي يا حبيبي. اوعى تكون فاكر عشان انت سعرك قليل هتبيع كتير، لا. انفلونسرز ماركتنج ما ماتش، اتس ستيل شغال. ابتدي اني على حسب البادجت اللي معاك، وعلى حسب قدرتك، وعلى حسب وقتك، وعلى حسب انت عندك تعرف تتكلم انجليزي وحرك وبتعرف تفاصل وتعرف تتكلم وتتحايل ونفسك طويل، انفلونسرز. لكن ما تجيش تبقى انت ميح. على فكره انا السنس ده كان عندي من زمان، يعني من قبل ما ابتدي بيزنس. دي حاجه في الدي ان ايه كده، زي ما بيقول لك انه ده حظ، ده دي ان ايه يا جماعه. غير كده اللي زي موهبه، زي ميسي وكريستيانو. كريستيانو موهبه ومش موهبه، مجهود وورك هارد بطريقه مرعبه. ميسي موهبه رباني، ربنا خلقه كده، حظه كده. فبالتالي اتنين او شمال لازم توصل، سواء موهبتك او حظ. بس الحظ بيلعب. الستور ده معروض للبيع، والفترات اللي جايه مع المشاكل هبتدي اوريكم المشاكل. مشكله الستور ده ان الكونفرجن ريت بتاعه قليل جدا، لان الانفلونسر بتضخ بجد حاجات مرعبه، بتضخ ترافيك كبير قوي. بتحسن بالبرودكت بيج وحاجات كتير، بس كل ده مع الوقت. عايز اقول لكم كان ممكن نعلي في اول 20 دقيقه نوصل ل 3 و 4000، بس it's still we're gonna work on it. وان شاء الله يبقى ستور كويس بجانب الستور المنحوس. ودايما بيجي لنا زباين للستورز دي، بس عيل من عيالي لازم يبقى حد كويس. وفي ستورز اتباعت بس طريقه اكبر من كده، بس يعني ايه، مش عايز ازعها لان ما فيهاش تريكات. كل حاجه ابتدت من البدايه. اشوفكم على خير، ما تنسوش تابعوني. اهم حاجه انك تصفي دماغك انك هتخسر زي ما كلنا ما خسرنا. سلام.